خلوا بالكم انتوا بتأجروا في اي مصيف، خصوصا لو اهرامات بورتو سخنة. تعالوا جولة في شقة كنا فيها، وعشان كمان تعرفوا ممكن تتصرفوا ازاي. اولا هي متقسمة بوابات خوف وخفرع من كرم. الفكرة اللي فهمته ان لازم لما تحجز مع المكان نفسه، مش حتى كأنه مشتري شقة وبعد كده هو بيأجرها لك. والله اعلم الكلام ده بجد ولا كانوا بيقولوا لنا كده بس. طبعا قعدنا ساعتين كده يروحوا خوفوا تعالوا تاني خفرع وهكذا بقى بينهم، بس عادي جدا بتحصل، مفيش اي مشاكل. اول حاجه دخلنا عليها قالوا لنا بصوا على المنظر ودخلونا في البلكونه. طبعا المنظر جميل جدا، كان في ريحه زي كلور قويه قوي. لما دخلت الاوضه لقيت الغساله مليانه ميه متوسخه. طبعا لما صورتهاش هي نفسها ساعتها، يعني الريحه كانت تموت حرفيا. فكلمناهم بعد حبه جم واعتذروا وغيروها. مفيش مشاكل، ساعات الغلطات دي بتحصل، راجعين من سفر طويل وعايزين ننام. الملايات وكل الفرش ريحتهم، وباين جدا عليهم ان هم حتى متغسلوش بشكل مقرف جدا. قلت مفيش مشاكل، احنا هنبات يوم واحد، هنام على الكنب. بس الكنب نفسه شكله مقرف جدا جدا. مش بتكلم بس شكل، يعني حتى الريحة باينة جامد. قلت مفيش مشاكل، هقضي اليوم في البلكونة. حتى باب الشقة مش بيتقفل علينا، ولا في ترباس ولا اي حاجة. طيب ادخل الحمام احتاج اي شخص عادي، برضو الباب بايظ، مش مهم. الحمام نفسه شكله مقرف جدا جدا. وانا مش بتكلم بس من فكرة شخص عنده OCD، لا، يعني الحاجة باينة لأي شخص ممكن هو يقرف منها. وطبعا على الواقع ريحة ومنظر حاجة تانية خالص. طيب الحوض مش متوصل حتى اغسل وشي. اتصلنا بيهم وصلوا الحوض. فين المية؟ مفيش مية. طبعا قضيت اليوم في البلكونة، وحتى الكرسي اللي قاعدة عليه مطرب، بس تراب احسن من عفانة. اتصلنا تاني قلنا لهم يغيروا الملايات والحاجة، لان مش معقول احنا دافعين يعني الكلام ده. المفروض انت بتدخل اي مكان هو المكان بيبقى نظيف، مش اكنك داخل بعد حد. وفعلا غيروا الحاجة، كانت مقبولة، لكن برضو باينة انها مش مغسولة. تاني باب الأوضة مش بيتقفل. حطيت هدومنا احنا علشان نحطها تحتنا واحنا نايمين، لان ستيل ريحتها غريبة. كل الحنفيات بتخر على الارض كلها مية. لما طلبنا بطاطين على عددنا جالنا اقل من عددنا، ولسه ريحتها وشكلها مقرف. غير طبعا باقي الحاجات اللي ما كناش هنستعملها في يوم واحد، بس اللي برضو تقرف الواحد ان انت قاعد في المكان ده. المكان من بره خطير، وتحس انه مكان فخم ومحترم، بس الواقع ان هو من جوه حاجة تانية. بيقولوا ان يمكن في وحدات شكلها مختلف، ونفس المكان اللي كنا معاهم لما عملنا شكوى جابولنا وحدة تانية، لكن برضو كانت مقرفة. مش نفس قرف دي، بس مقرفة. ان حتى كان في شعر على الملاية، وقال لي عادي فيها ايه. طبعا انا ما صورتهاش، وقلنا خلاص هنشيل الشكوى، بس يرجعوا لنا حق اليوم اللي احنا ما قعدناهوش، لان احنا كنا دافعين يومين. يعني حتى اليوم اللي قعدناه قلنا هنعتبرها غلطتنا احنا، علشان ايه نعدي الدنيا. يقول لك ما بيننا عليه ما بيقولش. استنى هم يطلع دلوقتي. بجد. وقبل كل ده طبعا احنا اساسا اتحبسنا علشان نعرف نخرج، علشان نعمل الشكوى، لان هما ما كانوش بيردوا علينا. غير ان المفروض كانوا يدونا الكارت اللي هو بنخرج بيه وبندخل بيه وبتاع الاسانسير، وطبعا علشان ما ادوهالناش فاحنا فضلنا مستنيين حد من السكان ينزل علشان يفتح لنا ونجري نخرج وراه. الامن في الاول قال لنا معرفش ومش مشكلتي، واستنوهم او كلموهم او الكلام ده كله. بعد كده كتر خيره اتصرف وخرجنا. قالوا لنا كده الحساب يبقى كذا علشان الخدمه. قلنا لهم خدمة ايه؟ قالوا لنا مش احنا نضفنا لكم الغسالة وجبنا لكم فرش جديد؟ قلنا لهم هو المفروض ان احنا كنا ننضف مكان الناس اللي قبلنا، عشان لو انتوا نضفتوا وسختهم هم تبقوا خدمتونا احنا. مكان الامن اللي بره خالص عند البوابة قلنا لهم نعمل ايه ونشتكي ازاي والكلام ده كله. هم عملوا لنا حاجة زي شكوى كده، وقالوا ان هم هيتحققوا من الأوضة والكلام ده كله، وكانوا هيلفول. بعد كده رحنا قالوا لنا برضو على مكان تاني قريب عملنا فيه شكوى، بس ما كانش هيلفول في الاول خالص. وبعدين ابتدوا يزمزقوا ويقولوا ماشي هنشوف بتاع ما نعرفش، يمكن لا يمكن اللي هو الكلام الكتير ده. طب شوفوهم هم، طب كلموهم. بعد كده في الاخر لما قلنا هنعمل في حماية المستهلك وهنروح اقرب اسم، وانا هنزل عندي على الصفحة والكلام ده كله، ابتدوا ان هم ايه يتكلموا شوية. ولما المحضر اتعمل بسرعة البرق جالنا الشخص اللي كان مأجر لنا المكان. وبعد كده زي ما قلت بقى تساوم ان احنا ناخد بداله اوضة تانية والكلام ده وكده، بس في الاخر قلنا له شكرا مش عايزين وبس كده. فمن الحاجات الاساسية ان انت ما تدفعش فلوس كاملة ابدا غير لما تستلم، ولما تستلم تتأكد من المكان اللي هتقعد فيه قبل ما تخلص الورق. ودي خطوة تانية مهمة، ان انت لازم تعمل ورق
في اثبات ان انت خدت المكان الفلاني بالحاجه الفلانيه، ويكون طبعا فيها اسم الشركه اللي انت معاها والكلام ده كله. طبعا اتاكد من الحاجات زي لو في كارت، وتاكد ان انت تبع المكان نفسه. وغير كده لو حصل اي حاجه دايما يعني اعمل الشكاوي اللي ممكن تتعمل، واسال الامن اللي موجود. وعن تجربه حاجه زي اسم او حمايه مستهلك حلوين جدا جدا، بس لازم يكون معاك اثباتات، ويكون معاك حاجات زي اسم المكان بالكامل، اسم الحد اللي اجر. ودايما احتفظ بالمحادثات اللي ما بينكم.